الداخل بهذاك التفاعل، هذيك الروح ديالهم، ولقطه اللي نتمنى ايضا يوم الاربعاء تكون حاضره باذن الله، وهي رفع المدرب الركراكي تقبيل الصرعه اللي اصبحت صرعه مشهوره جدا. اذا نشوفوا ايلون ماسك مالك تويتر يقدم التهاني للمغرب. اذا بدات التهاني تتقاطر من مختلف بقاع العالم، ولم نقل بان هذه كاس العالم وذلك كاس العالم، لذلك اساطير، نجوم، الشخصيات كبيره معروفه على الصعيد العالمي حينما تقدم لك التهاني فاعلم بانك اسمك المغرب موقع الرسمي لاتحاد الدولي فيفا. اذا كاول انجاز، اول منتخب افريقي يحقق هذا الانجاز ويصل لدور نصف النهائي، هكذا كان عنوان البارز على مستوى الموقع الرسمي لاتحاد الدولي فيفا. اذا كما قلنا التهاني تتقاطر على المغرب وعلى هذا الانجاز الكبير لكره القدم المغربيه. سنواصل التهاني، سنواصل احتفالات الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي الكاف. اذا يهنئ المغرب على هذا الانجاز الاسطوري الذي حققه اسود الاطلس بالوصول لدور نصف النهائي. بالفعل ارقام قياسيه مفخره للكره المغربيه من خلال التبريكات من طرف جميع مكونات كره القدم. بصراحه قلت لك اليوم مباراه كانت منقوله الكره الارضيه، جميع الشعوب، جميع الدول تتابع المنتخب المغربي من خلال المباراه. كانت مباراه قويه، مباراه صعبه، لكن الحمد لله في الاخير تأهل المنتخب الى نصف النهائي خلى الجميع انه يفخر بالمنتخب المغربي، يخلي انه يعترف بان تقدم كبير على المستوى الافريقي والعربي، ويعتبر انجاز تاريخي ان شاء الله، ونواصلوا باذن الله ممكن ان شاء الله للنهائي. اذا هذا كان كما قلنا عمل ونتيجه عمل كبير بذل صراحه من مختلف المتداخلين. تحدثنا على الدور الكبير والريادي والعنايه الموليه الساميه لكره القدم، بنيه تحتيه، امكانيات ماليه، دعم، تهاني حينما يتحقق الانجازات، وكذلك لا ننسى كذلك انه كان عمل كبير بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وعلى راسها السيد فوزي الأقجع رئيس الجامعه الذي عبر عن سعادته الكبيره بهذا الانجاز الذي جاء نتيجه عمل واستراتيجيه في المملكه المغربيه الشريفه. نعم عادل، يحضر معنا واحد من كبار صناع هذا الانجاز التاريخي للرياضه الوطنيه، سي فوزي الأقجع. اكيد ما يمكن نقول لك غير الف مبروك لكل مشاهد نصيب، برافو، شابو هنا من عندي. اكيد شيء رائع اليوم. المهم اليوم هذا الانجاز والتاهل كيف قلتي، اولا خصنا نهديو على الرياضي الاول صاحب الجلاله نصر الله سيدنا اللي بالرعايه نتاعو الدائمه وبالتوجيهات نتاعو قبطنا خدينا الطريق الصحيح، والحمد لله. هو الفريق الوطني اليوم المغربي في المربع الذهبي لكأس العالم، وهذا بطبيعة الحال أكبر وأحسن هدية للجمهور المغربي المتعطش والواقف إلى جانب هذا الفريق، ولكن أيضا هي